تعالي بقى كده نجهز تجهيزات العيد، الحاجات اللي هتبقى سهل علينا. طبعًا أنا عاملة لكم فيديو قبل كده بالمشتريات، أو هينزل لسه بعد الترمس. بس بصراحة عاملة لكم فيديو جميل جدًا بالنسبة لمشتريات العيد، وتجهيزات العيد، كل ده عملناه في القناة بتاعتنا. الفيديو ده يا إما هيكون نزل يا إما هانزّله لكم بعد ده. المهم كل حاجة كانت بأسعارها في الفيديو اللي هو بتاع المشتريات وتجهيزات يوم العيد كمان. فتعالوا بقى كده لو انتوا لسه ما عملتوش الترمس، طبعا انتوا لو بتعملوا الترمس المر فيدوب تلحقوا. بس بصراحة أنا مش بفضله علشان الترمس المر. أسمع دايما من دكاترة كتير يقولك فيه مادة مش كويسة لجسم الإنسان. فطبعًا علشان كده إحنا الحكاية مش متحمّلة من أساسه، فهنحاول بقى كده نعمل الترمس الحلو، حتى كمان بيبقى أسهل. وكمان يعني ما دام صحّي خلاص يبقى إحنا تبع الحاجة الصحية. فهنعمل بقى الترمس النهارده بطريقة جميلة جدًا، هاقول لِك كل أسرار الترمس، إزاي تحفظيه، إزاي يقعد معاكِ أكتر من شهر، إزاي تسوّيه يعني مثلًا أو تعملي الترمس بالطريقة المضبوطة، ما يتهراش منِّك، يقعد معاكِ شهر وزيادة بنفس القوام بتاعه ونفس الحباية زي ما هي كأنِّك لسه عاملاها حالًا. علشان كده هاقول لِك على الترمس وطريقته بكل تفاصيله وأسراره وطريقة حفظه كمان. تعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول. السلام عليكم وأهلًا بكم حبايب قلبي في قناتي قناة حياة توفير مع اسم محمد. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض الترمس علشان تجهيزات العيد. هنعمله بالطريقة الصحيحة وأقول لِك إزاي تحفظيه وإزاي يبقى معاكِ بطريقة مضبوطة، وإزاي كمان يقعد معاكِ أكتر من شهر، الحباية زي ما هي كأنِك لسه عاملاها دلوقتي. فكل ده هنتكلم فيه في الفيديو. في ناس كتير بتشتكي من إن الترمس بيتهرى وبيعمل ريم على الوش، وكمان طعمه بيغيّر. كل الحاجات دي هاقول لكم عليها علشان يطلع معاكِ الترمس ناجح جدًا ويقعد معاكِ أكتر من شهر كمان. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشوف هنعمل إيه في الترمس بتاعنا النهارده. بس قبل ما نبدأ الفيديو أحب أرحب بأخواتي وحبايبي اللي في القناة، كل الناس اللي معانا في القناة والناس الجديدة اللي لسه أول مرة تدخل قناتنا، بارحب بيكم كلكم حبايب قلبي. يا ريت بقى تنوروني وتشتركوا في القناة يا حبايب قلبي. تعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف عملنا الترمس ازاي، وازاي هيكون ترمس ناجح جدا يقعد معاكي بالشهر والأكتر. تعالي بقى هقولك على كل أسراره. زي ما احنا شايفين أنا جبت كيلو من الترمس. بعد ما جبته نقيته لو فيه أي حاجة غير حباية الترمس، يعني مثلا فيه مثلا قش أو مثلا يعني حب ترمس شكله مش كويس، أو في مثلًا حاجات مثلًا زي زلطاية مش عارف إيه الكلام ده كله. المهم إن إحنا بننقي الترمس كويس، وبعد كده بنغسله وبعدين بننقعه. يعني أنا مثلًا النهارده في الترمس اللي أنا عملته ده نقعته من بالليل لحد الصبح. بعد ما نقعته باغطيه بالمَيّة خالص، يعني باعمل المَيّة فوقه حوالي مثلًا يعني 5 سنتي والّا حاجة، لإن بيشرب في المَيّة وبيزيد والمَيّة ممكن تقل منه، وهتلاقي الترمس طلع فوق المَيّة كده وبدأ إن هو ينشف. علشان كده تحطيه في حاجة غويطة، وبعد كده تحطي عليه مَيّة تغطيه زي ما قُلت لِك فوقه 5 سنتي. وبعد كده بتسيبيه من بالليل للصبح، وبعد طبعًا كده باغسله تاني وباصفيه واحط عليه مَيّة نضيفة، وبعدين أحطه على عين بوتاجاز. باسيبه بقى لمدة إن هو يعني مثلًا إيه، أول ما بيبدأ إن هو يغلي بالاقيه حتى بعد الغسيل والتنقية والنقع والكلام ده كله بيطلّع زي على الوش كده رغوة ريم أو مريّمة كده لونها غامق شوية. بابدأ إن أنا أشيلها الكبشة أو بمعلقة وارميها، وبعدين باسيبه إن هو يغلي لمدة بالضبط 3 دقايق مش أكتر من كده. يعني ترمس المَيّة أول ما يبدأ يغلي 3 دقايق غليان من أول ما يبدأ يغلي، وبعد كده طبعًا باطفّي عليه النار
وبعدين باصفّيه في مصفى، وبعدين باغسله علشان أنا مش عايزة نسبة سخونة تاني أو درجة الحرارة تقعد عليه فترة، أنا عاوزة كده خلاص طفيت عليه بعد 3 دقايق غليان تغسليه بمَيّة باردة من الحنفية، وبعدين تحطيه مثلًا في علبة، في طبق، في بولة، زي ما أنتِ عاوزة، وبعد كده باحط عليه ملح، باحط عليه مَيّة، وباحط عليه ليمون، قطع ليمون، وبالمناسبة في غليان الترمس باعصر عليه ليمونة كاملة، ده من ضمن طريقة حفظ الترمس. وبعد كده زي ما قُلت لكم باحط عليه ملح وباسيبه يعني لآخر اليوم تاني، وبعد كده بابدأ إن أنا أغيّر له المَيّة كمان مرّة، بعد ما غيّرت المَيّة بارجع تاني أحط عليه مَيّة وأحط عليه ملح برضه وارجع تاني أصفّيه وبعدين أحط عليه مَيّة وملح تاني، وبعد كده باعصر عليه بقى ليمون وباحط مثلًا شرايح ليمون فيه، وبعد كده باحطه في علبة بقى واسيبه إن أنتِ يعني إيه تبدئي إن أنتِ تسحبي منه، كده خلاص بيكون جاهز معاكِ وطريقة الحفظ مضبوطة. عاوزة بقى الترمس ما يتهراش منِّك، أول خطوة زي ما قُلت لِك أول ما يبدأ يغلي 3 دقايق مش أكتر من كده طفّي عليه وبرّديه بمَيّة باردة. عاوزة كمان الترمس ما يريّمش منِّك ولا يبوظ وتلاقي عمل ريحة، اوعي تحطّي إيدِك في الترمس وأنتِ بتشيلي منه للاستعمال، يعني حاولي دايمًا بمعلقة أو بمصفى نضيفة وناشفة علشان كده الترمس ولا هيريّم ولا هيغيّر منِّك. عاوزة تحفظيه لمدة طويلة ما يحصلهوش أي حاجة، إحنا كده الجو برد، بس برضه لمّا تحبي مثلًا تخلّيه عندِك على طول كتسالي للولاد سواء في الصيف أو في الشتا، هتحطيه في التلاجة بس على شرط كل 10 أيام هتبدئي إن أنتِ تغيّري له المَيّة تاني والملح. قُلنا على كل تفاصيل الترمس يا حبايبي، فيا رب تكون الطريقة عجبتكم ويكون الفيديو خفيف على قلبكم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. الفيديو بتاعنا خلاص خلص. ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول في التعليقات وتعملوا لايك للفيديو، والناس الجديدة تنورني وتشترك في القناة. خلاص كده يا حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.